يا صباح السعادة، يا صباح الهنا وصباح الجمال على كل اخواتي وكل صحابي. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. يوم جديد وفيديو جديد، وان شاء الله يكون يوم سعيد ومليان بركة على كل بيوتنا يا رب. يلا بقى النهاردة الفيديو ان شاء الله يعجبكم وتاخدوا منه افكار، بس يلا نصلي على حبيبنا وشفيعنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. يلا بقى حطي لايك حلو زي كده، ولو لسه ما اشتركتيش تنوريني بكلمة اشتراك باللون الأحمر تحت الفيديو، وتخلي الإشعارات على الكل عشان يوصلك كل جديد. وبكون مبسوطة جدا لما بتكتبي لي ان انتي اخت جديدة ليا في القناة. يلا اكتبي لي ان انتي اخت جديدة عشان انزل ارحب بيكي. واهلا وسهلا بكل البنات الجداد، شرفتوني ونورتوني كلكم. بصوا بقى يا بنات، اليوم بقى النهارده يمكن يوم مختلف شوية عن الأيام التانية، مفهوش روتين. اليوم النهارده عندنا عزومة لأهل جوزي، فأنا بقى عايزة إيه أشارككم اليوم كان ماشي إزاي. الأول كده قمت عملت فطار، يعني فطار جبنة، عملت سندوتشات جبنة. جوزي بقى كان واخد اليوم ده أجازة عشان خاطر طبعا إن أخوه اللي جاي، يعني أخوه الكبير هو اللي هيجي. وكنت عاملة حساب بقى إن أخوه جاي هو وولاده، لأن مراته الله يرحمه متوفية، فهو عنده أولاد، فقلت هيجي هو وولاده. بعد بقى ما عملت العزومة اللي انتوا هتشوفوها دي، أخوه جه لوحده. بس برضه عملت إيه، قُمت مدّياهم الحاجة، ادّيته الحاجة وهو ماشي، قُلت له بقى خُد للولاد وأنت ماشي. بس قُلت أفطر بقى عشان اليوم كان طويل. أنا صحيت بقى بدري جدًا، أنا جوزي قايل لي إن هو جاي قبليها بيوم بالليل متأخر يا بنات. فبابقى متعودة لمّا حد بييجي لي بيقول لي قبلها بيومين أو حاجة إن أنا إيه، باجهّز الحاجات بتاعة العزومة قبلها بيوم. وتاني يوم بقى يعني بيبقى أخلّي الأكل على التسوية بس. إن شاء الله النهارده بقى هادّيكِ شوية نصايح كده حلوة تاخديهم لمّا يكون عندِك عزومة، وده اللي أنا دايمًا بامشي بيه في رمضان أو في الأيام العادية لمّا بيكون عندي عزومة. المهم قُلت نفطر الأول، ونزلت كده جِبت شوية حاجات من السوق، عشان خاطر النهارده بقى طبعًا ما ينفعش يبقى عندنا عزومة وما نعملش محشي يا بنات. بُصّوا بقى، جِبت حاجات يعني باحب أجيب حاجات مش كتير أوي، تكون قليلة شوية بس أعمل كذا صنف. مش باحب أعمل محشي كتير وبس لوحده، يعني مش هاعمل محشي كرنب بس وحلة كبيرة لأ، ممكن أعمل محشي كرنب ومحشي فلفل وكوسة وفاهمينّي؟ وأحب أشكِّل كده في المحاشي حتى لو هاعمل من كل حاجة حلة واحدة متوسطة. المهم إن أنا بقى جِبت كرنباية. بُصّي، هي الكرنباية دي صغيرة بس هتعمل معايا حلة، لإن الكرنب أنا مش لمّا في كرنبات كده كبيرة بتبقى تقيلة كده يا بنات، فما بتبقى من جوّه الورق بتاعها بيقولوا عليه إيه، مش عارفة، تقريبًا كرنب بَط أو حاجة زي كده. دي بقى كانت خفيفة خالص، واللهم بارك، اللهم بارك، ما طلعش منها ورقة واحدة اترمت. باحب أقطع الراس كده من فوق، وحطيتها بقى عشان تتسلق، وقُلت عقبال ما تتسلق أكون عملت إيه، كل دوّة. أنا عايزة أقول لكم إن شاء الله أنا هاخلّص في أذان الضهر، يعني أنا صحيت بدري جدًا وكنت على الضهر خلّصت الحشي. فهاقول لِك بقى الخطوات اللي أنا مشيت عليها، وإيه النصايح اللي أنا باعملها بقى في العزومات عامةً، اللي هي بتبقى عارفة قبلها بيوم. قُلت بقى أقشّر البصل وهاعمل التخديعة بتاعتي. في الطبيعي بقى يا بنات لمّا باكون عارفة إن أنا هييجي لي حد، عشان خاطر رقم 1 في العزومة إن أنتِ لازم بيتِك يكون نضيف قبلها بيوم، يعني يكون بيتِك كلّها نضيف، مخلّصة غسيلِك، ما فيش مواعين، عشان لمّا تيجي تعملي الحاجات بتاعتِك بتاعة الأكل ما تبقيش هلكتِ نفسِك في التنضيف وفي العزومة. رقم 2 بقى إن أنتِ لازم يكون نزلتِ كتبتِ بس في ورقة وقلم كده أنتِ عايزة إيه، تكتبي كل الحاجات اللي أنتِ هتجيبيها بالتوابل بكل حاجة ناقصاكِ من تحت، عشان خاطر لمّا تيجي تعملي الأكل ما يقفش على حاجة. والحاجات دي يُفضّل طبعًا إن أنتِ تجيبيها قبلها بالليل بيوم، وتبدئي إن أنتِ تجهّزي مثلًا لو هتعملي محشي، تبدئي إن أنتِ تقوّري، تبدئي إن أنتِ تعملي تجهّزي كل الحاجة وتخلّيها على التسوية لتاني يوم. المهم إن أنا بقى إيه، هاتكلّم معاكم وأنا كده باقوّر البتنجان وباعمل الفلفل. وتالت حاجة بقى بالنسبة لي، إن أنتِ بقى خلاص عملتِ حاجتِك بتاعة جهّزتِ حاجات العزومة لو أنتِ هتعملي محاشي مثلًا، وتسبّكي وتعملي كل حاجة من بالليل، وطبعًا شقتِك هتكون نضيفة. وكمان الحاجات بتاعة التسبيكة والكلام ده يا بنات هنطلّع بقى طبعًا مواعين كتير أوي، فهيبقى عندِك فرصة إن أنتِ تقدري تغسلي المواعين بالليل، ما يبقاش عندِك مواعين خالص، عشان بُكرة لمّا تيجي تسوّي أصلًا هيطلع لِك مواعين تانية. وكمان لمّا تحطّي الأكل بقى على التسوية على طول، هتقدري في نفس اليوم دوّة إن أنتِ تقدري تعملي عصاير، شوية سلطات. يعني تحاولي إن اليوم تاني يوم لمّا الناس تيجي لِك يكون بس كل اللي فاضل لِك حاجات خفيفة، عقبال ما الأكل يستوي تعملي عصير، تعملي سلطة، تعملي الشوربة أو الملوخية أو الحاجات اللي هي زي كده.
وكمان أنتِ لازم تكوني عاملة حسابِك إن أنتِ تكوني برضه شكلِك كويس، يعني واخدة shower حلو قبل ما الناس تيجي، ولابسة كويس برضه، وولادِك نفس الكلام، تكوني مهتمية بشكلهم ولابسين كويس، ما تبقيش ملخومة طول اليوم، يعني لمّا يعني بيبقى في عندِك يوم واحد وأنتِ بقى بتسيبي كل حاجة لنفس اليوم بتاع العزومة، بجد أنتِ بتبقي تعبانة وبيبقى باين عليكِ الإرهاق جدًا، وحتى لمّا حد بييجي لِك أنتِ مش قادرة تقعدي معاه من كتر ما أنتِ حاسة إن أنتِ عمّالة تلفّي حوالين نفسِك كده. فهي مرّة واحدة عملتها في حياتي وكنت لسه في أول جوازي وعملت كده، بدأت إن أنا أجهّز للعزومة في نفس اليوم، حقيقي قُلت عمري ما هاكرر كده تاني، عرقانة وشكلي تعبان وحاسة إن أنا مش عارفة أعمل إيه، والضيوف اللي جُه لي كانوا بيساعدوني من كتر ما أنا كنت مش عارفة أعمل حاجة، يعني اللي هو إيه، أنا عملت الأكل بس حاسة إن أنا ملبوخة كده. فدي حاجات بقى خلاص اتعلمتها طبعًا مع الوقت، إن أنتِ لازم يكون عندِك يومين كده قبل العزومة بتحضّري فيهم حاجتِك وبتنضّفي فيهم شقتِك، يوم العزومة أنتِ بتسوي بس الأكل، وفي اليوم ده أنتِ بتهتمي بشكلِك وبشكل أولادِك، بتهتمي إن أنتِ لو هتجيبي فاكهة، هتعملي حلويات، الحاجات اللي هي البسيطة دي عشان تقدري برضه تقعدي مع الناس اللي جايين لِك. المهم طبعًا عشان ما كانش عندي وقت يا بنات، بس صحيت الصبح والحمد لله أنجزت، ويمكن كمان أخو جوزي جِه بعد ما أنا خلّصت الأكل بكتير، وعايزة أقول لكم إن أنا كمان يعني دخلت حمّيت ولادي وغيّرت لهم، والشقة كانت نضيفة الحمد لله، وكل حاجة جهزت. بُصّوا بقى أنا سلقت الكرنباية وبدأت إن أنا إيه، أشيل العروق بتاعتها، وبُصّوا باحط الأول في المَيّة بتاعة السليق، قبل كده كذا مرّة أقول لكم باحط ملح وباحط كمون حصى. عشان خاطر طبعًا معايا أطفال، عشان بطنهم ما توجعهمش. فقُمت لافّة رول كده زي ما أنتم شايفين عشان بس أنجز في الوقت، وبدأت أقطّعه عشان يبقى قطع يعني يبقى الصباع قد التاني، ما يبقاش صباع تخين وصباع رفيّع يا بنات وهكذا. المهم مسكتهم بُصّوا بقى الورقة كده، أنا لا باعمله طويل أوي وكبير ولا باعمله صغير، باعمله وسط زي ما أنتم شايفين وهتشوفوا معايا. المهم برضه غسلت الخضرة على طول، وبدأت إن أنا كده أقطّعها، وكنت جهّزت الحاجة بتاعة الكرنباية خلاص كده جهزت معايا. والتسبيكة كمان جهزت معايا، لإني وأنا باقوّر وباعمل الحاجة كنت حاطة التسبيكة على النار عشان عقبال ما أخلّص الحاجات اللي ورايا بتاعة الحشو يعني طبعًا كان قدّامي حاجات كتير لازم أعملها، فباحب أعمل كذا حاجة مع بعض، مش باحب أقف أستنى التسبيكة تخلص الأول وأبدأ بعد كده أقوّر الحاجة بتاعتي لأ، والتسبيكة على النار بابتدي إن أنا أخلّص الحاجات اللي هتتحشي كلّها. بُصّوا بقى وأنا قُلت أغسل الرز، حطيت على التسبيكة يا بنات اللي هي التوابل بتاعة المحشي، وحطيت ملح وهكذا يعني، أنتم طبعًا أشطر منّي في الموضوع دوّة، فأنا بس باقول لكم مقتطفات، وباحاول برضه إن إحنا إيه، نكون مع بعض عشان لمّا حد يبقى عنده عزومة ومزنوق زي حالاتي كده يعمل إيه، تخُشّي المطبخ خلاص بقى، يبقى أنتِ خلّصتِ كل حاجتِك برّه في شقتِك، تدخلي المطبخ وأنتِ يعني ما وراكيش أي حاجة تاني ولا تمسكي بقى تليفون ولا تردّي على تليفون عشان تنجزي وقتِك. بعد ما حضّرت الحاجة اللي هتتحشي وعملت التسبيكة بتاعتي وغسلت الرز وقطّعت الخضرة وكل حاجة، هنيجي بقى على الحلة اللي هاحشي فيها. باحُط في قعر الحلة إيه يا بنات بقى، ماما معلّماني إن عارفين اللي هو العروق اللي بتطلع من المحشي، بنقسمها كده يا بنات من النُص رفيّع ونبتدي إن إحنا نفرشها في الحلة من تحت والخضرة بنحطها فوقيها. ما عندكيش خضرة يعني برضه، يعني ممكن تحطي زي ما قُلت لِك العروق بس، بس أنا باحب أحط الخضرة كده عشان بتدّي ريحة حلوة في المحشي. هنا بقى نقعت كنت ناقعة الفلفل والبتنجان والكوسة يا بنات في شوية مَيّة وكمون. مش دايمًا باعمل الحركة دي الصراحة، بس أنا بُص هاعمل النهارده المحشي بطريقة جدتي الله يرحمها، كانت بتحب أوي إن هي تحط تنقع المحشي الحاجات اللي هتتعمل محشي عامةً الفلفل والكوسة والبتنجان بتحب تحطهم في مَيّة وكمون، أو ممكن بإيديها كده تقوم حاطة من جوّه الملح والكمون بنفسها فاهمينّي؟ فأنا طبعًا ما فيش وقت وعايزة أنجز. كده بقى إيه، الحاجة بتاعتي بقت جاهزة معايا، قعدت بقى قدّام التلفزيون، الوقت اللي قعدت قدّامكم فيه دوّة كان وقت الضهر يا بنات. حطيت بقى الحاجة قدّامي وأنا بقى تعبت من كتر الوقفة، وقُلت لأ، هاقعد بقى أتفرّج على أي حاجة كده تشغلني عشان خاطر ما أحسّش بالوقت، وكان عندي حتتين ممبار في الفريزر برضه طلّعتهم عشان اتبقى منّي رز، فقُلت برضه هاحشيهم. بُصّوا بقى الأذان بتاع الضهر كان قدّامي شغّال بقى وأنا لسه باحشي. ف وأنتِ بتعملي أصلًا يعني أي عزومة أو حتى لو أنتِ هتعملي أكل ليكم أنتم بالذات لو محشي، حاولوا يا بنات على قد ما تقدروا إنه أنتِ بتسبّكي تكوني أنتِ بتحضّري الحاجة بتاعة المحشي عشان تنجزي ما تفضليش واقفة،
وحاولي برضه كل ما يطلع طبق، يطلع كوباية، أي حاجة حاولي إن أنتِ تغسليها تبقى الدنيا حواليكِ إيه، فاضية. أنا بالنسبة لي المحشي مش أمر خالص. يعني في ناس بتقول لك ده أنا هاقعد طول اليوم أعمل محشي، ليه طول اليوم؟ ده المحشي والله ما ياخد ساعة لو أنتِ هتعملي كمان كذا صنف، بس لو أنتِ وقفتِ في المطبخ ما خرجتيش بقى برّه المطبخ وقعدتِ الساعة دُولة تعملي حاجتِك. بُصّوا بقى هنا أنا كنت سلقت خلاص بقى حطيت البتاع دوّة الممبار كنت حشيته، وحطيت بس شوية مَيّة بس المَيّة وحطيت عليهم شوية ملح، وأول ما غليت حطيت الممبار، وعلى العين التانية حطيت مَيّة برضه تغلي، وقُمت نزلت بطماطماية وبصلاية وجزراية وفلفل أسود حصى وكزبرة حصى برضه وشوية ملح، ونزلت بالفراخ. طبعًا الفراخ اللي أنا كنت مطلّعاها معاكم في فيديو قبل كده وقسّمتها، طلّعت الدبابيس منها وحتتين من الصدر، لإن أنا كنت هاعمل لحمة. فقُلت عشان لو حد بيحب اللحمة وحد بيحب الفراخ، فالمهم إن أنا إيه، عملت لحمة برضه وفراخ يا بنات وسِبتها تتسلق. كان عندي بقى شوية حاجات مش هتدخل غسالة الأطباق، وبعدين المسحوق كمان عندي خلص بتاع الغسالة، الأقراص دي خلصت، فقُلت لأ أنا مش هافضل بقى عمّالة أكوّم حواليّا مواعين والناس تيجي بقى يبقى المطبخ مليان مواعين. فكنت كل ما يعني حاجة تتبهدل، مصفى أو أي حاجة، أقوم غاسلاها كده على طول وأنا واقفة على الحوض والأكل على النار. قُلت آخُد بقى شوية المواعين معايا على طول كده عشان خاطر الدنيا تبقى رايقة حواليّا، وبعدين عشان بارجع أحتاج الحاجة تاني. يعني إيه، باحتاج المصفى كل شوية، باحتاج القطّاعة عشان باقطّع عليها حاجات، وهاحتاج إن أنا أقطّع سَلطة. المهم إن أنا قُلت لأ، هاحاول بقى على قد ما أقدر إن أنا أنضّف كده الحوض ويبقى الدنيا رايقة حواليّا، ويكون كمان الفراخ استوت معايا، ويكون البتاع دوّة، الممبار كمان اتسلق. عايزة أقول لكم إن الأنبوبة خلصت منّي أصلًا، يعني أنا ما رضيتش أحُط كل حاجة على النار، لإني الأنبوبة بدأت تهدى، فقُلت كده خلاص الأنبوبة خلصت منّي، فكنت حاطة بس الممبار وكنت حاطة الفراخ على النار. فلمّا لقيت بُصّوا النار هديت خالص كده، كان الممبار الحمد لله اتسلق بقى معايا. تسوية الممبار يا بنات إن أنتِ بتحطيه على نار عالية الأول، أول ما ياخد أول غلوة بتوطّي عليه كده النار خالص وتغطّيه وتسيبيه كده شوية، لحد ما يستوي براحته. كان هنا بقى الممبار خلص معايا استوى، وكانت كمان الفراخ استوت. المهم ناخد بقى شوية هنعمل برضه ملوخية، قُلت هاطلّع الفراخ كده أحطها في صينية عشان أحطها في الفرن، وآخد شوية شوربة حلوين كده إيه، نعمل منهم الملوخية. طبعًا أنا ما عملتش ملوخية في البيت، أنا جِبت الملوخية اللي هي بتاعة بسمة الجاهزة دي يا بنات، بتكون حلوة والصراحة نفعتني، يعني بتنفع في الأزمات. وخدت الشوربة بقى اللي اتعملت منها الفراخ، حطيت شوية على الملوخية وشوية كمان على المحشي اللي هو بتاع البتنجان والفلفل، لإني أنا كنت مستنياها أعمل اللحمة. لأ غيّرت الأنبوبة بقى، يعني غيّرنا الأنبوبة عشان خاطر ما كمّلتش معايا. يالّا بقى ندهن الفراخ كده على طول وندخّلها إيه، في الفرن. حطيت بس كاتشب من فوق، دي عزومة المستعجلين يا جماعة. يعني أنا باورّيكم بس كده مقتطفات سريعة، لإني لقيت الفيديو طوِل معايا أوي، فحاولت إن أنا إيه، أقول لكم أنا عملت إيه بالضبط، بس يا رب تكونوا فهمتوا بقى أنا عملت إيه. لإن أنا مش ما كنتش عارفة إن أنا أخلّي لكم كل حاجة ورا بعضها، أنا وريتكم اليوم بالضبط مشي إزاي وأنا وقفت عملت إيه. فقُلت برضه إيه، أنا عايزة أقول لكم بجد يا جماعة أنا متضايقة جدًا، لإن القلاية بتاعتي مش عارفة فيها إيه، القلاية اللي لسه شارياها جديدة فصلت كهربا خالص ومش قادرة تشتغل. في يوم زي كده الصراحة كانت هتنجزني أوي. المهم جِبت الممبار وحطيت عليه رشتين كده من الزيت وحطيته مع الفراخ جوّه في الفرن، وقُلت بقى يتحمّر، لإن أنا ما عنديش وقت إن أنا بقى لسه هاقعد أقلي. وكمان أخو جوزي ما بياكلش حاجات مقلية. بُصّوا بقى وبدأت إن أنا بقى إيه، خلاص كنت هنا غيّرنا الأنبوبة. طبعًا بقى لمّا غيّرت الأنبوبة الصراحة فرقت معايا جدًا، لإني حطيت كل حاجة على عين. أنا عاملة حلة الكرنب طبعًا في حلة لوحدها، وعاملة الفلفل والبتنجان لوحده، وعاملة الكوسة لوحدها، لإن الكوسة ما بتاخدش سِوَى كتير. تمام. خدت بقى من الشوربة بتاعة اللحمة كده بدأت إن أنا أسقي المحشي، وحطيت كل حلة على عين. تمام. قُلت بقى لحد خلاص كده أنا يعتبر خلّصت الأكل بتاعي، وحطيت اللي هيتحط في الفرن، الفراخ والممبار حطيتهم خلاص في الفرن. قُلت نعمل بقى شوية سلطة. كان عندي اللي هو البنجر كده مسلوق، هاعمل بقى سلطة حلوة أوي يا بنات بُصّوا جميلة. ال اللي جاي بقى من الفيديو هيبقى تريكات حلوة أوي، يعني إيه ممكن تستفادوا منها. قطّعت البنجر وقطّعت الخيار وهاقطّع برضه طماطم وهاقطّع فلفل. بُصّي بقى إيه زي ما تحبي، السلطة كلّها يعني بتحبي إيه إن أنتِ تحطّي فيها خضار كتير.
بس بقى إيه، أنا ساعات باحب أعمل السلطة باحب أحط عليها بصل أوي يا بنات، بيبقى طعمها زي السلطة بتاعة برّه بالضبط، أمّا بتحطي عليها بصل وتوم. فأنا دي بقى التركاية اللي باعملها لمّا بيكون عندي عزومة أو حاجة أو يكون بالي رايق بقى والحاجة عندي جاهزة، باقوم عاملة السلطة عادي باحط عليها جزر وطماطم وخيار ولو عندِك فلفل ألوان، كل الحاجات اللي بتتحط على السلطة حطيها، وتقومي حاطة بقى عليها بصلاية بقى واحدة كده، بجد بتخلّي طعمها تحفة. تمام، وكنت باشرة كمان جزر وحطيته كده من فوق، بس مش هاحط لا ملح ولا ليمون ولا أي حاجة عليه عشان خاطر آخر حاجة بقى خالص يعني وأنتِ بتقدّمي تقومي حاطة الملح والكلام ده عشان ما يبقاش شكلها دبلان كده معاكِ. هاقشّر بقى توم واحط بقى فصّين توم على السلطة بتاعتي ويبقى كده إحنا إيه، خلّصنا السلطة. هاعمل بقى تركاية حلوة أوي في اللحمة يا بنات، عايزة أقول لكم بتودّي اللحمة في حتّة تانية خالص، دي بقى من اختراعي عملتها قبل كده وعجبت جوزي وطلع طعمها حلو أوي، فخلاص بقى بعد كده بقيت أعملها، أنا أصلًا كنت عاملاها ساعتها بالصدفة، كنت عاملة يعني كنت باعمل ملح وفلفل وعليه توم وعليه فلفل ألوان، وأقوم كنت باعملهم لملوخية مرّة وقُمت حاطاهم على اللحمة بالصدفة كده. فعجبت جوزي جدًا، فبقيت أعملها بالشكل ده. بُصّوا بقى كان عندي فلفل ألوان، وكان عندي فلفل حامي اللي هو الأخضر ده، وتوم، حطيتهم بحتة ليّة، لو عندِك بقى الليّة بتبقى تحفة أو سمنة بلدي، تشوّحيهم على النار، وبعد ما ياخدوا تشويحة قبل ما التوم بس يحمر، تقومي نازلة بقى باللحمة بتاعتِك وهي سخنة كده، بُصّوا فظيعة، وتشوّحيهم مع بعض بتطلع طعمها حلو جدًا ودايبة دوب كده. تمام، حطيتهم بقى على عين لوحديهم، وحطيت عليهم كبشة شوربة، ووطّيت النار عليها خالص عشان تبقى عاملة زي الزبدة، وعلى العين ديّة بقى حطيت التوم، حمّرت التوم بقى عشان الملوخية، وطبعًا شهقت الشهقة بتاعة الملوخية عشان يطلع الملوخية حلوة كده، ويقولوا الملوخية بتاعتها حلوة. مش عارفة الموضوع ده حقيقي والّا لأ، إن لازم تشهقي في الملوخية. جوزي اتخض قال لي: "ده في إيه؟" قُلت له: "لأ ما فيش حاجة، لازم الشهقة بتاعة الملوخية دي عشان تطلع حلوة." تمام، يبقى كده خلّصنا الملوخية وخلّصنا المحشي أهو على النار، وعملنا اللحمة وعملنا الفراخ وعملنا الممبار، ناقص آخر حاجة هاعملها معاكم اللي هي لسان العصفور. لسان العصفور طبعًا الحاجة دي بتحب بقى تتعمل في الآخر كده عشان خاطر يعني الأكل الأساسي يا بنات المهم اللي هيتعمل الأول، يعني ما تقعديش تعملي في ملوخية وفي حاجات في الأول اللي هي إيه، اللي جنب الأكل، فاهمينّي؟ بُصّوا بقى، عملت التركة دي برضه حلوة أوي في المحشي، طلع المحشي في حاجات ما عرفتش أصوّرها معاكم لإن كان أخو جوزي جه الصراحة وأنا إيه، يعني مش كل حاجة باعرف أعملها بقى وحد عندي باحس إن أنا متوترة، طلّعت المحشي رصيته زي ما أنتم شايفين كده في الصينية، وحطيت كده من على الوش حتة سمنة بلدي وقُمت مدخّلاه الفرن يا بنات، خد الوش ده عايزة أقول لكم طعمه حكاية، والله العظيم اللهم بارك الأكل كان حلو جدًا، يعني هو عايزة أقول لكم إن هو كان مبسوط وقال لي: "الأكل جميل تسلم إيدك." واللحمة كمان حطيتها معاهم في الفرن بعد ما عملت لها الدقة اللي أنتم شُفتوها دي، حطيتها كده في الفرن خدت لون من على الوش، وهنا برضه كنت حطيت السلطة وحطيت كان عندي مخلل، وحطيت الملوخية زي ما أنتم شايفين طلعت جميلة، وقُلت بقى إيه أحط كمان لسان العصفور، وكانت العزومة اللهم بارك حلوة. بُصّوا يعني الحمد لله إن أنا أنجزت الكلام ده كلّه، يعني أنا في نفس اليوم عرفت إن هو جاي، فطبعًا الحمد لله عدّى الموضوع، وكمان كانت الشقة الحمد لله كنت منضفاها وكل حاجة، وكنت كمان جايبة فاكهة، جوزي جاب الفاكهة غسلتها برضه وحطيتها برّه على السفرة، وكان جايب بسبوسة حطيتها، المهم إن الحاجات اللي هي بتاعة اللي هتتقدم بعد الغدا حطيتها على السفرة، لإن إحنا بقى إيه طبعًا النبي عربي، ففرشنا على الأرض كده وقعدنا كلنا على الأرض عشان السفرة ما كانتش هتاخد حد، بس فجوزي بقى بدأ ياخد الحاجة كده ونخرّجها برّه، والحاجات بقى اللي أنا كنت حاطاها على السفرة صورتها لكم كده سريعًا، كنت حاطة بقى لِب ومكسرات وكنت حاطة بسبوسة، وجبنا بقى شوية فاكهة وخلص اليوم على كده، واشوفكم في فيديو جديد على خير، دمتم في أمان الله.